السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله اليوم 139 في عمر الفراخ بتاعتنا، البلد والهجين والفراخ البياض. ان شاء الله النهاردة يا جماعة هناخد الديك والفرخة ديت، مش عارفة هي واقفة على جنب كده صراحة. هناخدهم كده نذبحهم، نشوفهم من جوا كويسين ولا مش كويسين، فيهم مفهومش نذبحهم كده قبل ما يحصل لهم حاجه. لان انا كان عندي فرخه من فتره كده كنت عامله كده وسبتها لحد ما ماتت لوحدها. انا هذبحها حتى لو هنحشيها في رز ولا نعمل فيها حاجه ماشي، بس نشوف القلب بتاعها سليم، الكبد بتاعها سليم، نشوف معدتها فاضيه معدتها مليانه، من خلالها نعرف ان احنا الفراخ بتاعتنا فيها تعبانه ولا كويسه ولا سليمه ولا ايا كان اللي هي فيه. البيطريين طبعا لما بيلاقوا الفراخ كشه ومش عارفه وكده مش عارفين سبب العلاج، يقولوا هاتيها نشرحها لك. طب يا عم سيبها لي نذبحها وانا هنشوف اللي جواها ونشوف بناء عليه. نقول له الكبده بتاعتها لونها معدتها فاضيه معدتها مليانه من جوه شكلها لو لقيتيها وحشه طبعا ما تاكلهاش عشان صحتك بالدنيا وكل حاجه. المهم ان احنا نستكشف الحاجه اللي عندنا. انا مفضلش عندي في العدد كتير زي ما انتم شايفين اهو، مفضلش غير العدد اللي انتم شايفينه ده. فبالنسبه لي حتى لو ذبحتهم كلك البيض واللي ما بيبيضش مش هيفرق معايا، لان انا عاوزه اجدد او عاوزه اجيب سلاله جديده. فدي حاجه بالنسبه لي عاديه خالص، مفيش اي مشكله عندي ماشي. لكن بالنسبه لو في ناس عندها فراخ بتبيض ولقت عندها كشه او لقت عندها الحاجات دي كلها او الشوطه اللي بتبقى ماشيه في الوقت بتاع تغيير الجو ده، فبتجيب لهم علاج طبعا وبتتصرف معاهم وبتبتدي بعد كده تشوف حلول وتشوف هتعمل معاهم علشان خاطر برضو ما تذبحش ولا تتصرف في حاجه هي لازمهم بعد كده. طبعا الفرختين دولت اللي بيبيضوا عندي من السنه اللي فاتت، فانا عاوزه اشوفهم بس مش عارفه مش طايلاهم عندي من السنه اللي فاتت، يعني هما دلوقتي بقالهم عندي سنه بيبيضوا. والفراخ التانية عندي فيهم فراخ مبشره، يعني هي ما شاء الله الفرخه كبيره هي، وفي الفرخه هي شوفيها تقولي بقالها سنه عندك هي لسه مبشرين. والفرخه طول ما العرف بتاعه احمر معاكي اعرفي ان هو هيبشر وربنا هيرزقك فيه، هيرزقك ويبيض. البيض ده رزق اكيد يعني. لكن الفرخه لما تبقى مش واكله ومش شبعانه عرفها مش هيبقى احمر، هتلاقي العرف بتاعها لونه مصفر كده شويه، مش هيبقى احمر ومش مش هتديكي انتاج ولا تديكي اي حاجه خالص. لان العرف بتاعها طالما اصفر كده يبقى هي مش مليانه معاكي او مش معبيه معاكي بيض. اللهم صل على سيدنا محمد. نحاول برضو ناخد بالنا من الموضوع ده. لما نلاقي الفراخ البياض العرف بتاعها ابتدى يحمر ابتدى يصفر كده معاكي تلحقي. انا بقى بجيب ساعه ما يصفر معايا كده كيلو علف بياض ولخبطه لهم على الاكل، نجيب لهم خلطه نحط لهم عليها علف بياض كده وفلفل اسمر وخلطه وحاجات من دي، وهنقول لكم على الحاجات برضو اللي احنا هنعملها ان شاء الله واحده واحده علشان نبقى عارفين احنا هنعمل لهم بالظبط. طبعا مش عايزه اكتر عليكم في الفيديو بتاع النهارده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.